هتاكل أكلة كوارع كاملة ب99 جنيه بس، من أول الفتة لحد طبق الحلويات المشكل. شوربة الكوارع اللي غرقانة في البهارات وسندوتشات المشويين، من أول الممبار وسندوتشات الحلويات وطاجن الفياجرا. ما تنسوش سندوتشات المشويات. يا كل ده ب99 جنيه بس. والله أي عرض من دول ب99 جنيه بس. يا بخت الإسكندرانية في أجمل ليالي شتوية، لأن الأكلة دي حرفيا مشهورة في اسكندرية. طبق مصمت الحلويات مع فتة الكوارع وغرقانين في شوربة الكوارع. إزاي كل ده ب99 جنيه؟ مش بس كده، ده كمان بينزل لك معاه طبق طحينه وطبق مخلل. المكان ده مستخبي في اسكندريه، واتحداكم تعرفوا اسم المكان ده ايه بالظبط، غير ان انا هقوله لكم في اخر الفيديو. ان هو كمان بيعمل كل وجبات الخير الرمضانيه لحد رمضان، كل المنتجات مصريه. تخيلوا كده المصمت ده عامل وجبه الكوارع كامله حتى والشوربه والحلويات ب99 جنيه بس. قلنا بس كده لازم ندخل على المكان ده على طول، وهو مصمت مدفع في جمال عبد الناصر. انا ما كنتش مصدق ان كل ده ب99 جنيه. كنت ماشي الساعه 3 الفجر بعد صلاه الظهر، لقيت مصمت اسمه مدفع والشعار بتاعه مثير للنداء يجي يشتاق. ريحه الكوارع والفته كده هتناديك من على اخر الشارع. ما تقلقوش لان المكان فيه قعدات للعائلات. وانت بجد كل ده ما عملتش منشن لصاحبك يعزمك على الاكله الحرشه دي؟ طلبنا اول حاجه ودخلنا على اول حاجه ب99 جنيه، وهي فته الكوارع مع طبق الحلويات والممبار والحلالي وطبق الفته اللي بالثوم. لا ما هو ثواني، حد يقول لي ازاي ده بالسعر ده؟ الفته حرفيا تاخد تقييم 1,000,000/10. طبق الحلويات بيتكون من لسان وممبار وفشه وضره وطحال. لسه قرن الفلفل الحرش ده، كل ده في طبق واحد ومعاهم الطحينه والمخلل. طبق الحلويات ده هينسيك العالم كله حرفيا. سميت الطبق ده طبق السعاده لان فيه كل اللي قلبك يحبه ويخليك سعيد كده حرفيا. قرن الفلفل حرفيا عنده سبايسي وفي نفس الوقت يفتح نفسك على اي حاجه. انا على العرض التاني وهو طبق الممبار مع الطحينه والمخلل والعيش. طبق متغرق ممبار زي ما انتم شايفين، بتغمس كده في الطحينه زي ما انت حابب. ثواني ان ده العرض التالت، عرض جنش برضو 99. طبق سندوتشات حلويات غرقان في الحلويات. يا سلام لو انت بتحب الاكله الحرشه صح، المكان ده هيبقى بيتك التاني حرفيا، لان اي سندوتش من دول غرقان كده في الحلويات ومعاهم قرن فلفل. يا بختك بقى لو انت من عشاق الطواجن. دخلنا على طاجن اسمه طاجن الفياجرا، وده بيتكون من كل ما تعشقه قلبك. كوارع وحلويات متغرقين ومتبلين في التسبيكه الحلوه، غرقهم ليمون كده مع قرن الفلفل الحرش اللي متغرق على الوش. سميت الطاجن ده طاجن الفياجرا مع طاجن الزبده. حرفيا الكوارع بتقع زي ما انتم شايفين. وهنا مفيش غير حل واحد بس، اننا نقتحم الطاجن ده. لسه ما عملتش منشن لصاحبك كل ده. لو انتوا بقى مالكوش في كل الكلام ده وبتعشقوا المشويات بقى، عمل برضو اجمد عرض جنش 99. 3 سندوتشات مشويات غرقانين في الطحين. كفته مشويه على الفحم، كبده مشويه على الفحم، صدق اسكندراني مشوي على الفحم. كل ده حرفيا في طبق واحد في عرض واحد معاهم الطحينه والمخلل. المكان ده هو مصمت مدفع، موجود في اسكندريه في جمال عبد الناصر. لو بقى اقول لكم العنوان تفصيلي بالظبط، ان المكان ده حرفيا بيهتم بالنظافه اول حاجه حرفيا بالظبط. لو انتوا جايين من ناحيه جمال عبد الناصر او لو انتوا جايين من ناحيه ورده العصافره على البحر، هتلاقوا مصمت مدفع.